ما تيجوا النهاردة نعمل الحلاوة والجمال والطعامة دي، ولا هنشتريه بالغالي ولا أي حاجة. كل اللي عملته بنص كيلو دي قدرت أعمل أحلى فطير، والله فعلا في منتهى الجمال. أنا لا عندي خبرة في الفطير ولا الطريقة، بس من كتر مشاهدتي للفيديوهات قلت لازم أجرب وأعمل، والموضوع نجح. بس هو يمكن مش غلبة أكتر من إن انت بتعملي الحاجة وتلاقيها طالعة بإنتاج جميل جدا وتبقي مبسوطة من عمايلها. كل اللي هنعمله هنجيب نص كيلو دي وعليهم رشة ملح كده بسيطة، وبعد كده بتجيبي عليهم كوباية وربع من المية، من كوباية لكوباية وربع. انت بس اول ما تلاقي العجينة معاكي لفت وبتلاقيها كده انها مش سايلة في ايدك ولا بتلزق، بتكون يعني زي جافة شوية، بتعجنيها كويس وبتخدميها. بس اهم حاجة النصيحة اللي اقدر اقولها لك، كل خطوة بتخطيها في الطريقة اللي بتعمليها والعجينة يبقى لازم تريحيها. كل ما تريحي العجين كل ما بتاخدي نتيجة احسن واحسن. انا جربتها وده النصايح اللي اقدر اقولها لكم. انت عملتي العجينة بتسيبيها تريح نص ساعة. انا بعد ما سبتها نص ساعة على فكرة رجعت تاني ورحت عاملاها بالطول كده، ورحت مقطعاها كور متساوية، طلعوا حوالي 8 قطع. وبعد كده بصي بتلفيها بتكوريها وبتعمليها بمقاسات يعني ثابته، وبتروحي مكوراها وتسيبيها وتغطيها كده باي كيس نايلون، وتروحي برضو سايباها شويه كده ترتاح كويس كده. طبعا انا مش بجيب لكم طبعا الفتره بتاعت انها بترتاح، بس انتي بتريحي بين كل خطوه والخطوه اللي بعدها بتسيبيها شويه من 10 دقايق ربع ساعه. وبعد كده جبت بقى سمنة على زيت على زبدة. بصراحة حطيت الثلاث مكونات على بعض، وبعد كده هي دي اللي انا هفرد بيها. وخدت كورة كورة وابتديت ان انا افردها زي ما انتوا شايفين، بفردها على قد مقاس طبق كده. وبعد كده بتحطي كله فوق بعض. بصي زي ما انتوا شايفين ما عملتش اكتر من كده، يا دوبك بفرد دي فوق ديت، وبينهم طبعا اللي هي المادة الدهنية اللي احنا بندهنها، وبنحطها لغاية لما نخلص الكمية، وبنغطيها برضو بكيس نايلون. وبعد كده بتروحي سايباها برضو ربع ساعة او نص ساعة كويس كده. انا دلوقتي هخلص الكمية بتاعتي وهرجع اقول لكم عملت ايه. بعد ما خلصت اخر واحدة حطيتهم فوق بعض غطيتها كده وسبتها حوالي بقى ربع ساعة ترتاح. بعد كده بعد ما ارتاحت اهو بالمنظر ده، وبتحسي كده حتى العجينة معاكي كده جميلة، وتحسي انها ناعمة. بصي هتقع من ايدي من كتر طريانها. بتروحي بقى فرداها. بص كل ما بتحرك بصوا بريح العجينة، وفي نفس الوقت بدهن بالسمنة والزيت والزبدة. وفردتها على قد الصينية بتاعة الأكل كده. طبعا هو الفيديو بس هو مش باين، طبعا الكاميرا مش واخدة الساحة كلها، بس أنا فردتها على قد الصينية بتاعة الأكل دي. اتفردت كلها ورحت رشة المادة الدهنية بتاعتي، وبعد كده رحت لفاها كده رول زي ما انتوا شايفين. هي الخطوات سهلة وبسيطة، بس النتيجة والله كانت رائعة، ولا الطعم حكاية. أهم حاجة اختاروا نوع السمنة أو الزبدة تكون كويسة، بتلاقي الطعم حتى وانت بتاكليها حاجة كده في منتهى الجمال. بعد ما أنا لفيتها كده رول، هبتدي ان انا اخد بقى ايه بقطع متساوية. هما طلعوا حوالي 6 قطع، قطعتهم بالمنظر ده. انا هعمل هنا صينيتين صغنطتين لولادي، صغنطتين كده كل واحده طاسه، وحطيت 4 فوق بعض. عملتهم في ايه في فطيره واحده، يعني انا عملت فطيره فيها 4 رقات، وفطيرتين صغنطتين. حطيتهم في كل طاسه كده لولادي ياكلوها كده. انا هنا بص كورتها كده وعملتها كوره، وسبتها برضو ترتاح ربع ساعه. اهو بص الطاستين الصغنطتين كده عشان يبقى كل واحد قدامه في طبق كده لوحده، حطيت لكل واحد واحده لوحده. وحلوه بصراحه الطاسات دي بتنفعني جدا، بتبقى جميله قوي. بعمل فيها الكنافه بسبوسه بتبقى جميله. وبرضو بعد ما فردتها كده رحت سايباها على جنب عشان ترتاح. جبت بقى اللي هما ال4 رقات الكور اللي كانوا موجودين، رحت فرده بقى ايه كل واحده افردها ادهنها، وبعد كده احط جوه التانية اللي هفردها. يعني دي كانت اول واحدة فردتها، هدهنها ولفها كده زي بقجة واركنها على جنب. ابص ايديا على طول، ايديا في السمنة على طول لازم، عشان هي دي اللي بتدي الرقات وبتدي بصراحة قرمشة وجميلة.
بعد ما فردتها، وما تخافيش بقى موضوع انها قطعه ومش قطعه، لا كل ده بيتلم وبيتفرد، ما فيهوش اي حاجه، وعلى فكره ولا هتطلع مجلده ولا اي حاجه خالص. احنا خدمناها بصراحه كويس جدا. بصوا زي ما انتوا شايفين كده الطريقه المعتاده، في كل خطوه بتتني بتروحي دهنه على طول. وبص عملتها بوجه وحطيتها على جنب، جبت التانية فردتها وبرضو هدهن، واجيب اللي انا عملتها البوجة احطها جواها. بصوا لغاية لما اخلص الاربع قطع اللي عندي كلهم، كل واحدة افردها، اجيب اللي متلمين مع بعض واحطها جواها. يعني هما دول 4 جوا بعض اهو بالمنظر ده، لغاية لما تخلصي الكمية. ولا يفرق معاكي حتى فيها اي خرم ولا مقطوعة، مفيش مشاكل، كله شغال وكله بيمشي وبيطلع زي الفل. انتي بس جربي، اول مرة ممكن تعمل معاكي وتفشل، تاني مرة الحاجة عمرها ما بتطلع زي المرة الاولانية، بتطلع ممتازة لان ايدك اتعودت عليها وبقيتي استاذة فيها، وبتلاقي نتيجة احسن من اللي قبلها كمان. انا هنا كان عندي اللي هي الصينية بتكونش ليها حافة كبيرة، زي ما انتم شايفين دي بتاعت اصلا البيتزا. بدأ دهنتها وبعد كده حطيت الفطيرة وسبتها بصوا ترتاح. كانت الطاستين هم ارتاحوا، بص اتفردوا معايا بمنتهى السهولة. بتسيبيهم يرتاحوا خالص. حتى وانا بفرد لقيت انها ما بتتفردش كويس، رحت سايباها على طول، سبتها ترتاح. ابص لما جيت هنا افردها حسيت انها مش عايز تفرد قوي، لانها محتاجة انها تريح شوية. بعد ربع ساعة بصوا بقى لما ارتاحت، بصوا في منتهى السهولة، بصي بتمشي بتجري معاكي اساسا، لان العجينة واخدة حقها انها ارتاحت. ولو عندك بقى حتة قشطة كده على الوش، بصراحة بقى ده اللي بيديها الطعم الفلاحي، زي ما بيقولوا فعلا الفطير بالطعم الفلاحي. حطيت حتة القشطة، طبعا باخد وش اللبن دايما بشيله، بينفعني في الحاجات دي. ورحت دهنة وشها، وعلى البوتاجاز على اعلى درجة حرارة، بتفتحي الشواية وكمان بتفتحي من تحت. عشان كده دايما انا ما بغيبش الفطير في الفرن خالص، بكون مسخناه جامد جدا، والشبكه تكون على الرف التحتاني، وراح بعد ما شويه 5 دقايق بروح فاتحه الشوايه، والاتنين لازم يشتغلوا مع بعض، لان لما بتطول في قلب الفرن بتجلد معاكي، وانا جربتها وبتفشل. الفطير ما بيغيبش، وعلى درجه حراره عاليه. انتي لازم تجربيها وتفرحي ولادك. وبصوا النتيجة، انا كنت مبسوطة من بص عملت ازاي رقات، وفي نفس الوقت الطعم جميل وعجبتهم جدا وهشة. ومش عايزة اقول لكم انا فرحت بالنتيجة، لازم تجربيها.